رسميا وسام ابو علي بره معسكر النادي الاهلي المقام في تونس، بعد طبعا ما اللاعب ما عملش القياسات البدنيه ولا عمل اشعه الرنين اللي المفروض يعملها عشان يحدد مدى اصابته ايه، اللي المفروض ان هو بيقول انا عندي اصابه. النادي طلع رسميا ان اللاعب بره المعسكر. قول لي بقى من رايك انت، شايف ان وسام ممكن يعتذر مثلا والنادي يسامحه والجماهير تسامحه ويكمل مع الفرقه الموسم الجاي، ولا شايف ان وسام وصل لطريق مسدود وخلاص كده هو بره النادي الاهلي من الموسم ده؟ تعالى بقى اقول لك القصه كده باختصار، وخصوصا بعد ما عمالين نسمع عن بقى ان وسام نزل النهارده التمرين، وان وسام اتحدد له برنامج تاهيل هيعمله لعند ما الفرقه ترجع من تونس. بص، هو الخلاصه ان وسام ما تعملش باحترافيه في القصه دي. وسام فكر ان هو خلاص طالما جاي له عرض مادي كويس، النادي هيضغط عليه وبتاع، والنادي هيوافق وهيسيبه يمشي بالرقم اللي جاي للنادي. وده طبعا مش صح. انت جالك عرض مادي كويس وانت وافقت عليه، يا عم دي قصتك انت وانت اللي تاخد قرار فيها. العرض بقى اللي متقدم للنادي، وخصوصا انت لسه في عقدك 3 سنين مع النادي الاهلي، سيب النادي الاهلي هو اللي يحدد هو محتاج ايه من العرض. انا محتاج 10، محتاج 7، محتاج 8، انا حر، انا النادي وانا اللي اقدر اقيم انت قيمتك كام في السوق واقدر ان انا ابيعك بيها. غير كده انت ما تفرضش على النادي وما تتمردش وكل القصه دي. يعني باختصار، لو وسام راح قدم العرض وساب النادي الاهلي هو اللي يتعامل في العرض، وهو بقى رفع المبلغ قلل المبلغ، هو حر مع النادي الامريكي اللي مقدم العرض، كان القصه مشيت غير كده، وكان اللاعب نزل عمل القصات البدنيه بتاعته، او لو هو مصاب زي ما هو بيقول كان عمل اشاعه الرنين وكانت عمل له برنامج تاهيلي، وما كانتش القصه سمعت والجماهير كرهتك وكل القصه اللي عماله تحصل دي كانت حصلت من الاساس، وكنت هتمشي من الباب الكبير بتاع النادي الاهلي، ومش كنا هنوصل للقصه دي ولا كنا هنوصل لكل الحوارات دي. ده باختصار موضوع وسام ابو علي. فهي انا مش هقدر الوم على النادي الاهلي في حاجه، لان النادي الاهلي بيدور على حقوقه زي ما اللعيب بيدور على حقوقه. هو اللاعب شايف ان العرض كبير بالنسبه له والعرض كويس ومغري، فهو عايز يمشي. والنادي الاهلي شايف ان العرض المادي عشان يشتري عقد اللاعب عرض قليل جدا ومش مقرب حتى من قيمه اللاعب السوقيه، فعشان كده النادي الاهلي رفض العرض اللي جاي. فالموضوع كان من ايده في ايد وسام من الاول، ان هو يمشيه باحترافيه او ان هو يمشيه بهمجيه. وسام قرر ان هو يمشي في الطريق المسدود وهو طريق الهمجيه، والطريق اللي ممكن في الاخر يخرج وسام ابو علي من النادي الاهلي من الباب الصغير، بعد طبعا الانقلاب الكبير اللي جماهير النادي الاهلي عاملاه على وسام في الفتره دي. فانت اللي وصلت نفسك لكده، انت اللي وصلت نفسك للطريق المسدود ده. منتشر كام فيديو ان وسام عمل نفس القصه دي مع النادي الدنماركي لما الاهلي قدم العرض، وان وسام فضل يضغط على النادي الدنماركي عشان يسيبه يمشي النادي الاهلي، وخصوصا النادي الاهلي كان مقدم له عرض اكبر من او رقم اكبر من اللي كان بياخده في النادي الدنماركي. فهي تقريبا دي شخصيه اللاعب، بس هو هناك كان بيتعامل مع النادي الدنماركي، انما المره دي بيتعامل مع النادي الاهلي، واللي يتعامل مع النادي الاهلي ما ينفعش يخش في السكه دي. سلام.